مين قال إن الكاميرات مش مهمة؟ بالعكس، دي مهمة جدا، عشان بتصور حاجات من أغرب ما يكون، ومن غيرها ما كناش شفنا أي حاجة من اللي بتحصل في العالم. عشان كده حلقة النهاردة هتبقى عن أغرب الأشياء اللي تم التقاطها أمام الكاميرات. يلا بينا. تعالوا قبل ما نكمل ناخد حسنتين مع بعض ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنا حمادة حمدي من قناتي على اليوتيوب. أتمنى دعمك للفيديو بلايك واشتراك في القناة. حاجة كمان عايزين نفتكرها كل فيديو، إن إحنا ندعي لإخواتنا في فلسطين. كان نفسي أغلط الراجل وأقوله إن نسي يشد فرامل اليد، بس الراجل مظلوم بالأمانة. الراجل ده شكله كان خايف من حاجة وعمال يدعي يا رب الأرض تنشق وتبلعني. حاجة كده أشبه بالتحميل لما يوصل 99% ويعمل ايرور. العمل بيحتاج له طولة البال، لكن أحيانا طولة البال لوحدها مش كفاية. أنا لو منك أقوم أكمل طريقي ولا أكني حاجة حصلت. إيه ده؟ يعني حاميها حراميها؟ لما أحاول أشتغل وأبقى جد، بس أنا من جوايا طفل. لما الموظف المثالي بيسيب الشركة بتخرب. واضح ان كان في خطة هروب محكمة، بس اللعبة بوظتها. فقد الامل ففضل نايم. طب انا مش قادر افهم، السقف معمول بقطن يعني ولا ايه؟ اللي زي ده المفروض يتعمل فيه محضر. والله لو انا شخصيا لا اعمل اكتر من كده. هنا بقى بيطبق مقولة من خرج من داره انقل مقداره. ربنا يبعدنا عن هزار التريلات ده. الحمد لله الراجل نفد. الولد ده كان هيعمل كارثة بمعنى الكلمة، والحمد لله ربنا ستر. انا لو منك هعملها حواوشي.
ما القطط كيوتة هي يا جدعان، امال اللي فاتت دي ايه؟ السلم الازاز ده معمول للجماعة اللي قلبهم ميت بس. كنت هزعل قوي لو الفيديو ده طلع ذكاء اصطناعي، بس الحمد لله الجمال ده طلع حقيقي. سبحان الله، ادوات الصيد بتتطور كل يوم عن اليوم اللي قبله. حرفيا انا مكان الموتوسيكل ده دلوقتي. الدماغ شغالة هنا بنسبة 1,000,000%. الذكاء الاصطناعي ده بيعمل حاجات غريبة. اللهم صل على النبي. لك أن تتخيل إن الفيل ده بقوة لودر. في ناس عشان بطنها تروح أي حتة وفي أي مكان. هو الموضوع خطير قوي كده؟ السمكة دي مسكت في الطعم الغلط. اللي يعرف العش ده فين يا ريت يبلغني. يا رب ما يبقى حد مكانه في يوم من الأيام. سبحان الله البديع. أنا مكسوف من نفسي وأنا بتفرج. اللهم لك ألف حمد إن الفيديو ده مش حقيقي. أنا عايز أربي بطريق دلوقتي حالا. خلاص أنا مش عايز بطريق، أنا عايز بقرة صغيرة. أنا اترعبت في الأول لحد ما أدركت إن ده نوع من أنواع الكلاب. من الواضح إن أصحابه عانوا كتير من الموضوع ده. بص يا باشا، حتى لو نايم رزقك هيجيلك لحد عندك. الله، وانا مالي يا لمبي؟ انت جدع جدا على فكرة. بيعجبني في العصابات اللي زي دي الالتزام بتاعها. اوبا، ده القرد ده عامل مصيبة. التمساح ده عايز ظبط زوايا. لو وصلت لحد هنا يبقى الفيديو عجبك، واكيد لو عجبك مش هتبخل عليا بلايك واشتراك في القناة. نتقابل الفيديو الجاي ان شاء الله. رب الخير لا يأتي إلا بالخير. سلام.